اهلا وسهلا، السلام عليكم. معكم مالبوك المغربي الحر، مالبوك اللي غلبوك، ولكن بزز مني غادي ندوي اللغه العربيه، ولكن ساتكلم اللغه العربيه الفصحى من اجل بعض المخلوقات التي اجبرت على الرد عليهم. والرد على مازن مثل العاده. اسكت اسكت اسكت. بصراحه انا صدمت. أنا كنت أعرف، كنت من قبل كانت عندي فكرة بأن أي واحد مشهور عنده معجبين، عنده فان، يعني متابعيه يدعمونه في مسيرته إذا كانت مسيرته تستحق الدعم. مثلا إذا كان فنان مرموق، إذا كان مبدع رسام أو نحات أو مخترع، يعجبون بما يقدم مما أعطاه الخالق من ذكاء. ولكن أيغيظني الأمر عندما أرى سفيها لديه عبيد، وعبيد هم من الصنف الطفولي، يعني أطفال. أوكي، هذا الفيديو لقد هجموا عليه هجوم خرافي. بصراحة هجموا عليه هجوم خرافي. عبيد مازن. نشوف أول عبد هنا، ZMN. شوف أخي، هذه أول مرة أشوف قناتك، بس مازن ما يكسب فلوس من اليوتيوب. مازن بينتقد أشخاص المولودين أشخاص الملونين صراحة. ما الكتابة ما تظهر بشكل كويس، وبالتالي يوتيوب تعطيه تا. بصراحة هذا الشاب يلخبط، لأن سيده مازن لديه إشارات، يعني يأخذ أموال. وهذا مغربي خويا، شكرا XL 1052 قال لي خرجتيني بالضحك. تبارك الله عليك اخويا. عندك حق، هذا قال لي عندك حق، كنشكرك بزاف فردوس. كاين جوج هالطفله، يعني يسبهم ليش راح ياخذ منهم فلوس؟ مسكين. هذا مجموعه من الاطفال، مجموعه من العبيد، يعني يحبونه. اوكي، الان سنتعرف على من هو مازن. لماذا لديه عبيد غير ما يكون عنده لفان، يعني معجبين محترمين؟ بس يا حبيبي خليك على قدك. بس حصل هي يضحكون، وفي واحدين يسبونهم. انا ما انزع التعليقات، الكل اعطيه قلوب، حتى لو سبني ما عندي مشكل، مرتاح الحمد لله. صاحب هذه القناة تطور الى شمبانزي، يعني قال لي هذا، انا تطورت الى شمبانزي. علق القناة هذه وسير أكل موز. نعم، أعطيني موز راح أكله، وأنت كذلك تأكل موز. يعني أنت تأكل موز، يعني أنت قرد. أنت غبي. البنان العالم كامل يشتريه ويأكله، مو الشمبانزية. نعم، أفضل وجبة عنده. يا حبيبي أنت مالك؟ عارفين تحكي بالأول بعدين جاي تحكي عن مازن. يا أخي مازن أول شيء فلسطيني وسوري، مش سوري، ما عندنا غرض. قطر مهم، في عبيدها. شوف كتير 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 عبيد. شو هذه تكتب مازن، في أخ كتب مازن أكثر من عشرات المرات. مهم، راح نشوف من هو هذا مازن. أنا أول مرة أشوفه. يعني أحكي لكم حكاية كيف عرفت مازن. كنت واحد اليوم أتعشى في البيت وأشاهد تلفاز، وطلع لي فيديو ديالو بدون ما يأخذ مني إذن، بدون ما أعرفه. طلع فيديو، طلع عندي بالشاشة، كلامه كله عجائن، كلامه كله غبي، كلام كله عنصري، حقد على الأديان، حقد على المسيحيين، حقد وكره، يعني إرهاب خطير، يعني مجرم. كأنك تنصت لأحد لو أعطيته سلاح لقتل الناس. مجرم في كلامه، وغبي، وغير مرجعي، وغير عقلاني، وغير يعني موضعي، يعني غبي. المهم نضغط على كلمة مازن، نشوف من هو مازن، وكيف لديه عبيد. ما هو سر العبودية؟ سر أن لديه عبيد. أوكي، نفتح هذا الفيديو نكتشف. في ناس مسوي له أغاني. في عبدة مو عبدة بنت صغيرة. ليه فضيحة هنا؟ عبيد أطفال. في ناس مسويين لها ريلز، يعني فيديوهات قصيرة. يعني مسويينه كأنه شخصية عظيمة، شخصية
قوية صراحة. بدخل له الهاشتاج بالعربي، دخلت الفرنسي اختم الهاشتاج بالعربي عشان نشوف آثار العبودية بالعربي. هذا فيديو تبعي، صرت من المشاهير أنا. شوف هذا اللي في الناس تعبدوا، هذه أغلبية عنده العبيد من الفتيات. شو وينه؟ شو هذا، شو المنكر؟ فاهمين علي؟ شو صار؟ واختفى. يعني أنا مو فاهم، ما أقدر أستوعب شو كيف. فاهمين علي؟ في إشي صاير يا ساهر، أنت ما حكينا إياه، في أشياء إحنا ما بنعرفها عنك. أنت فاهم علي؟ في أشياء من عندك اختفت. هذا الإنسان شوف قلة الحياء، شو قلة الحياء. في متحول جنسي ما أحد كان يعرفه، ولا أنا لا أعرفه. هذا البهيمة قام بتعريف هذا المتحول للأطفال، والآن يتكلم عن عضوه التناسلي اللي هو القضيب. شو القذارة، شو القرف. هذا هو اللي تسمونه يا أطفال أنه ينشر العلم. هذا علم. أحي على العلوم، وين صارت أحي على زماننا وزمان العلوم. في شو كل يحس بنفسه كأنه يعني سعد المجرد ولا جاستن بيبر ولا ولا زين مالك، ردينها أسطورة ويشعرون عليه الشعر. مساكين الأطفال يتعذبون. فضيحة أن الأطفال يكون عندهم مشاعر حب، بدل ما يكون عندهم مشاعر للعب واللهو والاستجمام والاستمتاع بالوقت، أكثر ما يكون عندهم شغل وشغلانة على هذا الجاهلي. صراحة كارثة كارثة، شيء يحز في القلب. كيف يكون عنده عبيد بهالغزارة؟ كيف؟ جعلين منه أيقونة والله. قرف شو وجهه مقرف. بس صراحة هو هذا بيكمي حشيش ما يبين. يلا ادخل السجن. يا أخي ما بدي أدخل السجن، والله ما معي فلوس. يا حبيبي مين حكى لك تلعب مونوبولي معانا؟ ما أنت فاشل فيها. بس على الأقل بعرف ألعب بالحقيقة، مش زيك بالحقيقة فطير ما معك فلوس. شو متحصب جاهلي. ما فهمت كيف هذا يأثر على الأطفال. أثر على الأطفال بشكل خرافي. يعني في عديد من العبيد، عبيد مازن عندي في التعليقات بكمية هائلة، ولكن مشكل صنع جيل من العبيد الأغبياء. يعني أطفال بشكل غبي خرافي يدافعون على جاهل. يعني وين أبوين؟ وين دور الأبوين؟ وين دور التربية؟ وين دور؟ صراحة هذا أمر مخجل ومخزي. والمهم كلام فاحش. بيتش تعني عاهرة. شو الكلام اللي ينشر الأطفال؟ شو الأطفال تسوي؟ صراحة شيء كارثي أشوفه. يعني المازن هذا هو مازل اللي صدعوا رؤوسنا به الأطفال في كل دقيقة في كل ثانية. اليوتيوبر مازن عنده أكثر من 600 ألف مشترك. اسمع العبد، اسمع وزنه 85 تقريبا. اسمع هذا عبد يعرف كل 26 سنة، يعني ولد 1900. ثانية راح أعيد هذا الفيديو. هذا عبد يعرف كل صغيرة وكبيرة عنه. يعني عبد من درجة قبطان. صراحة عبد خرافي هذا. ويمكن هذا العبد راسلني على الكومنتات. اليوتيوبر مازن عنده أكثر من 600 ألف مشترك. طوله 188، وزنه 85 تقريبا، وعمره 26 سنة، يعني ولد 1997 شهر 5 يوم 30. وهو أردني وعايش حاليا في الإمارات، وتخصصه من الجامعة إدارة أعمال، وجواله آيفون 11 برو ماكس أخضر. وسوى قناتها سنة 2022 شهر 2 يوم 11، ومجموع مشاهدات قناته كلها 91 مليون مشاهد. عنده 3 قنوات. الأساسية اسمها مازن بالعربي والإنجليزي، الثانية اسمها مازن إكسترا يلعب فيها ألعاب، فيها 94 ألف مشترك و81 فيديو. صراحة هذا الطفل لو تسأله سؤال علمي أو ديني أو فلسفي والله ما راح يجيبك. لو تقول له 10 زائد 2 يبقى يتفتف ويتفلسف. ولكن حافظ وعارف عليه أشياء هو ما عرفها على أمه وأخته وأبوه وأعمامه وأصدقائه ونفسه. يعني هذه عبودية ولا بعدها عبودية شفتها في حياتي. صراحة عيب أنك تشوف جيل يتابع في جاهل ويعرف عليه لون تليفونه، لون جزمته، عدد أصابع مناخره، عدد شعرات أنفه، عدد شيء مرعب صراحة. لو كان عندي طفل بهالعقلية ويتابع هذا الجاهل، صراحة هذا الطفل لازم أديها أولا طبيب نفسي على السريع على العاجل. صراحة هذا المرض، هذا الشيء مرض يحز في القلب. هذا يحز في القلب. شو هذا هو مازن اللي صدعونه برؤوس الأطفال اللي عندي في التعليقات. بصراحة
اللي حاب يروح تعليقات ويقرأ. والله أطفال هذا يأثر على الأطفال. المشكل محتواه. أوكي روح المازن محتواه جد غبي غبي حالة واحدة، وما اختلافي معك في غبي. 190 حاجة، عقليتك وطريقة كلامك. روح المازن وتعرفون جميع من هو. ها هو مازن محتوى كله على المتحولين جنسيين، على الشذوذ، لأنه يشوف محتوى الشذوذ الجنسي فيه مشاهدات. هاي 3 ساعات 41,000 مشاهدة. يتكلم على هذا تحول، يموت في المتحولين. وأنت راح أقول لك شيء، في شيء في الحياة، هو كيفما تدين تدان. كيفما أنت تسخر منهم راح يجي يوم، هذا عقل عليها، تذكرها، هذه سطر عليها بالأحمر وجميع الألوان، تذكرها وراح تفكرني قريب إن شاء الله. كيفما أنك تسخر من الناس ومن هذه النوعية من الناس، راح يجي اللي يسخر منك، ومو بعيد أنهم هذو الناس راح يسخرون ويضحكون ويتمسخرون بك في القريب العاجل. وهذا الشيء لا مفر منه. كيفما تدين وتدان، هذه سنة الحياة، وقريب راح تجيك، لأنك ما زلت صغير في عقلك وصغير في عمرك وصغير في خلاياك الدماغية كلها. شو محتوى كله دعارة، كله دعارة وفسق. ومشكل الأطفال يشاهدونه. أطفال هذا الأطفال زي هادو يكتبون عليه في التعليقات. عيب أن طفل مثل هذا يكون عنده تليفون. عيب. بصراحة أنا أعاشر ناس أثرياء عقلاء ما يشتري لابنه تليفون حتى يكون عنده 18 سنة. وش يسوي له؟ يشتري له كتب علمية، يدرسه في مدارس يعني معروفة تدرس التعليم يعني على أصوله للأطفال، عشان الطفل يتربى في بيئة نظيفة، بيئة يعني يعرف يكون عنده شخصية مثقف، يعني يعرف يجاوب، يعرف يسير أموره. حنا في الوطن العربي بصراحة شيء مخزي. أطفال يترعرعون في أيدي هذا المغفلين، وهذا المغفلين مثل هذا المغفل صراحة إنسان جاهل. هذا مستواه الدراسي ثاني ابتدائي، إذا كان رابع ابتدائي راه سوى إنجاز. أنا سويت له تحليل رابع ابتدائي مغفل. يتمسخر ويضحك على المثليين، يعبد المثليين، يعبد عبودية المثليين. متحولين جنسيين. هذا متحول شو هذا يسخر وزنه 300 يتمسخر ويضحك شو من خلق الله. صراحة شيء مقزز. طواليت متحول، يعبد محتوى كله متحولين، محتوى كله متحولين. وصراحة الله ينعل أبوك، الله ينعل الدين ديمك اللي جابك هذه الحياة هذه. سيان حيوان. مثليين ألوان. أوف وعلى المثليين اللي يسوي لهم ترويج. مثلها. عيب والله عيب صراحة. أنا أنصح أي أب عنده طفل يسوي لهذا بلوك عشان ما يشوفه، لأن هذه يخمج لك ابنك وراح يبوظ خلايا دماغ طفلك الصغير. بصراحة شوف والله عيب. المهم ما أطول على هذا البهيمة لأنه ما يستاهل بصراحة. اللي خلاني أتكلم عليه هو معجبيه العبيد عنده كم هائل من العبيد. ومشكل اللي غاضني مو عبيد ناس كبار في عقلهم ناضجين، عبيد أطفال صاحب، عبيد أطفال. سويت عليه يعني فيديو ثاني، وهذا فيديو ثالث لشوفه. هذا مازن، هذا يعني يطلب النجدة مازن طفل صغير. شو عمل لك مازن لتحكي عنه؟ أنت عم تنتقد مازن عشان هو أشهر مني. نعم هو أشهر مني، وراح أصير قريب إن شاء الله أشهر منه بمحتوى نقي وطاهر وينشر الوعي. مازن يوتيوبر ينشر التفاهة. نعم معك حق ينشر التفاهة. ليس سويت لايك تفاهة يوتيوب الجدد. هاي مازن الغيرة وما تفعل أجل. صح أننا هاي قالت لي صح. الدليل صح أننا أطفال. شو هذه كارثة. هذه ميساج، هذا تعليق كارثي. صح أننا أطفال بس واعيين بشي أمور، يعني واعيين بذي أمور. وش الأمور اللي واعيين بها؟ واعيين بهذا المغفل اللي محتوى كله شذوذ. كارثي والله. أنت ما بتعرف تسكر تمك إلا تحكي. صراحة علي عبيد أطفال. أطفال. طيب أنك تقول لي شاهد عبد، وأنت اللي شاهدونك من أقول لك مين لا أحد. كلامكم مخلبط. ما تحكموا على اللغة العربية الفصحى. مين لا أحد؟ لأن ما في حد يعرفك. نعم في ناس يعرفونني هم أنتم، وأنت بس منزل فيديو عشان تطيح سمعته. وأنت سمعته أصلا طايحة وباظة زبالة. ورديت عليه وش قلت له يكفيني أنت تشاهدني. بصراحة يكفيني أنت تشاهدني. تسب السوريين،
سوريين البلهاء أسبهم، بس السوريين العقلاء أحترمهم. شوف مازن يبكون على مازن. المهم خلصنا الفيديو، ما أبغي يطولوا. تبارك الله عليكم، ساعتكم بروكة الله.